بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. ده تسجيل سريع كده عشان اوضح للناس شوية امور. بالنسبة لليومين دول طبعا انتوا عارفين ان احنا بدأنا الصيفي، سواء الاستوكات او سواء البالة اللي هي الكريمة والسوبر كريمة. تمام. عشان الناس ما تزعلش من موضوع الاتصال، انا دلوقتي حاطط لكم 4 ارقام: رقم تليفون ارضي، ورقم خدمة عملاء، ورقمي، ورقم حد تاني. تمام. يعني كل دولت فريق عمل معانا في نفس المكان. اللي بيتم كالآتي: ان انا من اول ما بروح الشغل مثلا الساعة 1 الظهر، ببدأ اتعامل مع العملاء اللي هم جايين من سفر، بيبقوا جايين. فطبعا خلاص كده انا اتحطيت في الشغل جوه المخزن، ببدأ اقابل الناس اللي جاية من سفر. بنبدأ نشوف طلبات الناس. من هنا انا بدأت ابقى مشغول في المخزن. يعني كده انا لو الرقم بتاعي معايا عميل بتعامل معاه في المخزن، مش بعرف اسيبه وارد على التليفون، فاصبح كده انت متوفر معاك رقم المكتب الارضي، ورقم خدمة العملاء، ورقم تاني. لو حتى رقمي كنسلت عليك او الرقم مشغول، هيرد عليك حد تاني. هيبدأ يوضح لك شوية امور بدائيا. هو يعني خدمة عملاء هيديك اسعار وهيديك الشغل المتاح، انما تفاصيل دقيقة مش هيقدر يديها لك من ناحية الكيلو فيه كام حتة والكلام ده كله. دي بتبقى عايزين انا شخصيا ارد عليها. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لموضوع الواتساب، طبعا بتبقى في ناس بتتواصل في خلال الفترة اللي هي من 1 ل8 اللي بنبقوا مشغولين فيها في الشغل ديت، بتتواصل عن طريق الواتساب. انا مش بأثر في حق حد على الواتساب. برجع في اخر اليوم زي دلوقتي كده مثلا على الساعة 9، ببدأ أراجع الرسائل بتاعة الواتس. لو حد بيلاحظ من اللي متابعين معايا وبيدخل معايا على الواتس، بيلاقيني مش برد عليه غير على الساعة 9 مثلا. ببدأ هنا أراجع الرسائل، أشوف الناس بعت إيه، أبدأ أرد عليها. تمام. واللي هو بيبقى بيسأل على الأسعار، ببعت له الرسالة مختصرة بالأسعار. الرسالة دي نفس الرسالة بيبقى فيها العنوان، وبيبقى فيها المواعيد، وبيبقى فيها الأرقام، وبيبقى فيها الأصناف المتاحة بأسعارها. الناس ياما بتبقى عايزة تطمن هل الموضوع ده مجزي او مش هيجزي معايا، او هيجيب همه مش هيجيب همه. هو 1000000% ان شاء الله مع خلال الفترة اللي فاتت وخلال الدراسة اللي حصلت ديت، ان الموضوع ان شاء الله ربنا هيرضيك فيه وهيجيب همه معاك. تمام. وهيجيب همه فوق ما انت متوقع بإذن الله. بس انا حبيت اوضح شوية الامور ديت عشان برضو الناس ما تزعلش، وانا ما بحبش ازعل حد. ان انت دلوقتي عندك 4 ارقام موجودين، لو اي رقم فيهم مزاولك او مشغول، في ارقام تاني اكيد هتبقى فاضية ان هي ترد عليك. وبرضو الواتس زي ما قلت لكم، براجع الرسائل اخر اليوم اما بروح، وابدا ان انا ارد على الناس على الواتساب. دي حاجة. الحاجة التانية، العنوان برضو واضح في الرسائل. وفي نفس الوقت حتى لو مش واضح على الرسائل، انا مصوره فيديو من عند محطة قطر سيدي جابر ولافف معاك بالفيديو كده. لو انتوا لاحظتوا في الفيديوهات هتلاقيني منزل فيديو بيشرح العنوان بالصورة. لحد ما بدخل المخزن من عند محطة قطر سيدي جابر لحد المخزن عندي، الفيديو اقل من 5 دقايق. ده انا مصوره بايدي وماشي في الشارع كده، عشان برضو الناس اللي جاية من سفر ما تتوهش وتلف حوالين نفسها. بس انت بتيجي عند محطة قطر سيدي جابر، بتسأل على مستشفى أندلسية، بتدخل الشارع اللي في وشها اللي فيه حلويات القصر السوري أو جمعية الهلال الأحمر. تدخل جوه شوية هتلاقي صيدلية اسمها الدواء، بعديها أسماك عثمان. أنا في وش محل أسماك عثمان على طول هتلاقي المكتب مفتوح. لو انت لاحظت هتلاقي المكتب مفتوح وفيه بلات مرصوصة، يعني توضح جدا ان ده هو ده المكان اللي بيبيع البلات والاستوكات والكلام دوت. زائد ان انا يعني ان شاء الله ممكن بكرة او بعده هركب يفط. يعني ممكن اركب يفط في عرض الشارع، ممكن اركب يفط على المحل، عشان خاطر اوضح برضو اللي يجي يشوف اليافطة خلاص هيعرف الموضوع على طول. واحنا بنعتذر لو احنا مقصرين مع اي حد. وبالنسبة طبعا كبداية الموسم مفيش حد جه ان شاء الله والحمد لله. مفيش حد جه دخل شغل الا ما بعت لي رسالة مكتوب فيها تسلم وتشكر وربنا يبارك لك على شوية الشغل اللي انت اديتهم لنا. ومفيش حد جه مشي زعلان، او مفيش حد جه اشترى بطيخة. يعني كله بيشوف، حتى لو مش هفتحها بسحب له العينات. في مجرد ما بيشوفها كده وبيشوف نظافة الشغل وجودة الشغل، بيقول لي بس يا عم توكل على الله خلاص ما تفتحش، الدنيا تمام. بس انا حبيت اوضح لكم شوية الامور ديت. وعلى فكرة في خبر مش تمام، ان الايام الجاية ديت شوية السوبر كريمة اللي وصلوا لنا
معظم الناس جت ضغطت وسحبت من السوبر كريم. فهي خلاص على وشك الانتهاء حاليا الدفعة الأولى، والدفعة الجاية هتوصل كمان 10 أيام. فهو موجود، بس متهيألي الشغل مش هيكمل معايا في السوبر كريمة لمدة يومين 3 كمان. فهنضطر ان احنا ناخد فاصل هنشتغله من الكريمة، والفاصل ده هيبقى عبارة عن اسبوع 10 ايام ان شاء الله. وهيجي بقية التشكيل تاني اللي هو السوبر كريمة، بس هيجي اقوى. يعني بمعنى ان هو هيجي في تشكيل ما كانش موجود، كان هيبقى متوفر في السوبر كريمة برضو. زي مثلا عجزت معايا البلوزة والشميز الحريمي هيبقوا متوفرين، الفستان هيبقى متوفر، الاطفال طبعا ما شاء الله هيجي منه كمية كبيرة سوبر كريم. فده بس هيبقى فاصل اسبوع مش اكتر من كده باذن الله. بس واشوفكم على خير وربنا يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.